طيب الإذاعة بقى جات إمم. إزاي؟ احكِ لي. والله يا جماعة بُصّوا، أنا في حاجات كده حصلت لي في حياتي باشوفها إن مثلًا دي حاجات قدرية، إمم. أو أبواب السما كانت مفتوحة بقى وقتها وأنا كنت باطلب الحاجات كنت دي وأنا بادعي. صغيرة، يعني أنا قبل ما أكتشف إن أنا باعرف أغني، كان نفسي أطلع مذيعة لمّا أكبر، أوكي. وكنت باجيب شرايط الكاسيت الفاضية بتاعة زمان دي، إمم. وأقعد أسجّل كده وأمسك الجورنال وأقرا زي المذيعات بتوع التلفزيون. وعدِّت السنين وركّزت في الغُنى ودخلت Star Academy وكانت أول فرصة ليّا وأنا جوّه Star Academy إن أنا أبقى مذيعة، كانت هيلدا خليفة في حلقة من الحلقات مش هي اللي هتقدّم اليوميات، فاختاروني أنا وعبد الله عبد العزيز سعودي كان معايا في نفس الseason نقدّم الحلقة. بعد ما خرجت من Star Academy على طول كان أول عقد جالي كمذيعة، أوكي. أول شغل جالي بعد Star Academy على طول كان كمذيعة. برنامج، في التاني، في التالت، دخلنا في الراديو 8 سنين برنامج هوا الحمد لله رب العالمين من أنجح البرامج ما في يا الله. التلفزيون، عملت حاجات كتير كمذيعة، ولكن كنت برضه باذاكر، مش من الناس اللي باعتمد على أنا بُصّي أنا أول ناقد لنفسي، بجد، أنتِ برج إيه يا رنا؟ حَمَل، حبيبتي. والله، فهمت عامةً. فأنا طول الوقت أقعد أتفرّج يعني أنا أقعد أسمع نفسي ما باستمتعش زي الناس، بادوّر على الديفوهات. أوكي. أنا غلطت في إيه عشان أصلّحه، أتفرّج على نَفْسي، أنا المشهد ده كان لازم أعمله بالطريقة دي، أسمع نَفْسي كمذيعة أقول في حاجة ناقصة، بُصّي أنا دايمًا بس ده حاجة حلوة، حاجة حلوة عشان بس تطوّري بس من بس نفسِك، بجد، بجد مُجهدة جدًا، بتخلّيكِ مش عارفة تستمتعي مش عارفة شوية. تستمتعي على قد ما أنتِ طول الوقت عايزة بتدوّري على إيه الحاجة اللي أنتِ محتاجة تصلّحيها، فما بتتبسطيش يعني قد ما أنتِ بانبساط. بتبقي قاعدة شايفة الحاجات اللي بتدوّري على الأخطاء طول الوقت. بس ده حلو في إن أنتِ تطوّري نَفْسِك طول صح، الوقت، دي فده حقيقة. الحمد لله رب العالمين، يعني أنا دلوقتي لمّا باسمع نَفْسي كمذيعة في البداية وباسمع وباخُد بالي من التطوُّر اللي حصل باتبسط الحمد لله. الحمد لله، يا رب دايمًا في تطوّر ونجاح حبيبتي والله. ربنا يخلّيكِ. طيب قولي لي بقى، كُتر الشغل بالنسبة لِك إمم. خوف، هروب، يعني خوف والّا هروب والّا حاجة تالتة إحنا مش عارفينها؟ حاجة تانية أنتم مش عارفينها. إيه بقى؟ أنا من الناس اللي نقدر نقول إن أنا عندي إدمان الشُغل، يعني أنا لو قعدت في البيت باتعب نفسيًا جدًا وجسديًا وكل حاجة، أنا باحب الشُغل، ما عنديش يعني عندي استعداد أشتغل كل يوم. أوكي. بس ما أقعدش في البيت، قعدة البيت بتتعبني نفسيًا جدًا. تخلّيكِ تفكّري كتير؟ آه، لإن أنا باحب الشغل وباحب النجاح، إمم. باحب اللي أنا باقدّمه أوي، ف ف فباستمتع وأنا باشتغل، بابقى مبسوطة وأنا باشتغل، بس دي الحاجة التالتة. عرفناها دلوقتي أيوه. كلنا. طيب أنتِ لمّا بتحسّي مثلًا بشوية اكتئاب كده ييجوا لِك إمم. على السريع كده، بتعملي إيه بقى عشان تخرّجي نفسِك من الmood ده؟ والله بُصّي هو أنا دايمًا كان بييجي لي على السريع لحد فترة معيّنة كده، أنا من الناس أنا شخص إيجابي أوي، يعني دايمًا بادوّر على الحاجة الإيجابية في ال حلو، حلو في جدًا. ال في الح في الح في الحاجات اللي أنا بامُر بيها علشان إمم. أطلع، ما أوكي. باحبش أطوّل. الأول كنت بانعزل، يعني أبقى متضايقة ما باحبش حد يشوفني وأنا متضايقة، أنا باحب دايمًا الناس تشوفني وأنا مبسوطة، ما أوكي. باحبهمش يشوفوا الجانب المُظلم زي ما بيقولوا اللي في حياتي. بس ده ضغط عليكِ أنتِ أوي. بس ده بيساعدني، بيخرّجني أسرع. لحد ما فترات اضطريت إن أنا أروح لدكتورة نفسية وبعد دكتورة نفسية life coach إمم. فضلت معاه ومتابعة معاه كل فترة لازم أتكلم معاه شوية، أدردش صح، معاه. طلّعي اللي جواكِ فعلًا. ودخلت كمان أدرس coaching علشان حسيت إن ده كمان multi هيفيد. tasker جدًا. أنا مش كده على فكرة، بس أنا مش كل كده ما إيه؟ باحس إن أنا فاضية في شوية 50 حاجة. أيوه بالضبط، كل ما أحس إن أنا فاضية شوية أدوّر على حاجة تفيدني أعملها. أوكي، بتبقي عايزة تتعلّمي أبقى حاجات عايزة أتعلم كتير. حاجة جديدة وبابقى عايزة أعرف أكتشف نفسي أكتر. حلو ف جدًا. الاكتئاب ده حاجة وحشة أوي، 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 أوي يعني، وأنا مرّيت فعلًا. بيه وبجد هو حاجة صعبة وما ينفعش نستهتر بيها أبدًا، صح. لإن أنا بسبب الاكتئاب شعري وقع، بسبب الاكتئاب جسديًا كان وزني وصل ل45 كيلو وأنا مش صغيرة يعني. أوف! فالاكتئاب لأ، ممكن يأثّر كمان عليكِ عضويًا، اوعوا تستهونوا أبدًا بالاكتئاب، أبدًا، صح. لازم تتعاملوا معاه صح، ومش عيب ومش غلط عشان إحنا عندنا للأسف في مفهومنا يعني الشرقي إن فكرة الدكتور النفسي مش موجودة، صح، دي حقيقة. بس دلوقتي أعتقد المفاهيم اتغيّرت يعني شوية، عادي بس أنا عادي. مثلًا لمّا رُحت أقول لماما أنا رايحة لدكتور نفسية، ماما اتخضِّت جدًا،
يا هو ما حبيبتي أنتِ عند عندِك لأ أنتِ إيه؟ مالِك أنتِ كويسة أنتِ فإحنا ثقافتنا للأسف مش كُلّنا لسه مستوعبين فكرة إن مهم يبقى عندك دكتور نفسي، مهم يبقى عندك حد coach يعلّمك يدّي لك الtools بتاعتك أنت إزاي تعرف تخرج من مشاكلك. صح، تتعامل مع نَفْسك إزاي؟ فترة التعافي دي فترة مهمة أوي، إمم، لمّا تطلعي من علاقة فاشلة ما تروحيش تغرزي في علاقة أفشل. صح. ليكِ مدة لازم في فترة تعافي، وفي بعد فترة تعافي فترة إنِّك تبدئي تشوفي أخطائِك فين لأ، الموضوع مش سهل وما ينفعش نتعامل معاه إنه عادي، عشان ده بيأثّر جدًا علينا والله وعلى شخصياتنا كمان. مين آمن بيكِ في بدايتِك؟ أهلي رقم 1 ماما، بابا، واخواتي دول الدعم الأول والأكبر في حياتي يعني. من الوسط؟ من الوسط الفني إمم، في ناس كتير والله يعني في بداياتي بقى أقول مثلًا الله يرحمه بابا نوح، محمد نوح طبعًا الموسيقار العظيم اللي باعتبر نفسي من أبنائه وباتشرّف بده جدًا، إمم، علّمني حاجات كتير أوي، أوي، أوي يعني. أنا كمان كنت دكتور جمال سلامة الله يرحمه، من الله الناس اللي يرحمه. آمنت بيّا ومدّت لي إيديها وقدّمتني بشكل لذيذ. دكتور محمد عبد العزيز أشكره برضه من خلالكم من الناس اللي آمنت بيّا. محمد حسن سيد درويش، حفيد سيد درويش، أنا كنت في فرقته وأنا صغيرة. بُصّي كل حد اتعلمت منه حاجة، وكل حد قدّمني بشكل. الله يرحمه أستاذ عبد الرحيم التنير، أنا مش هاقدر أنسى له إنه أخدني من إيدي وراح بيّا على مسرح البالون، وأخدني من مسرح المدرسة بالمناسبة. أستاذ أحمد متولي، بُصّي أنا باقول أسماء يمكن اللي بيشوفوني هم اللي هيبقوا عارفينهم، من الناس اللي آمنت بيّا وساعدتني كتير في الأول، فأنا الحمد لله كل مرحلة في حياتي كان في ناس ليهم دور فيها. طب والعكس، العكس إيه بقى؟ ال الناس اللي ممكن تبقى مُحبطة في الأول آه، أو استفدت منهم تصدّقي؟ بجد؟ طبعًا. يعني مثلًا أنا وأنا عندي 21 سَنة، إمم، كنت اتخطبت لشخص كان معايا في المعهد، كان أوكي، بيغني حلو. وما كانش مؤمن مش ما كانش مؤمن بيّا، كان مش عايزني أعمل حاجة في الغُنا خالص، وأنا ده كان أول حد أحبه وارتبط بيه وبتاع، فخلاص كنا متفقين إن أنا هاتجوّز وهاقعد في البيت. وكنتِ تمام مع تمام، الفكرة ما عنديش وعادي؟ مشكلة مع الفكرة، معهد خلاص هنخسر رنا سماحة دلوقتي. وعايزة أقول لِك لولا وجود الشخص ده في حياتي ما كنتش رُحت Star Academy أصلًا، إيه لإن اللي أنا حصل بعد بقى؟ ما بعد ما فسخنا خطوبتنا، مريت بمرحلة سيئة جدًا، في نفس الفترة دي كان بييجي في التلفزيون إعلان Star Academy، أوكي، فأهلي وصحابي قالوا لي: "رنا طب ما تروحي تجربي إيه المشكلة؟" قُلت لهم: "لأ يا جماعة" كنت في المعهد أنا وقتها، إمم، "لأ يا جماعة وأنا رافضة الفكرة ومش حاباها ومش مقتنعة أصلًا بالبرامج دي وشايفة إن كلّها وسايط وكلّها" بُصّي زي كل الناس الطبيعية. لحد ما ماما بقى إيه، قررت إن هي إيه، تتّبع أسلوب زَن الأم المصرية، وقالت لي: "لأ، إحنا هنروح وهنجرّب ومش هنخسر حاجة." وجات معايا فعلًا الcasting و و و ونقدر نقول إن Star Academy كانت بداية وجودي أصلًا والمرحلة الفارقة في حياتي جدًا، فتخيّلي إمم، لو الشخص ده ما كانش موجود في حياتي وما كنتش واخدة التحدي ده بيني وبين نفسي، لأ أنا هاثبت له أنا إزاي هابقى موجودة هابقى رنا سماحة. وسبحان الله يعني هو وقتها كان بيعمل ألبومه. إمم، هو لحد النهارده ما حدش يعرفه غير الناس اللي كانت تعرفنا زمان، وأنا الحمد لله موجودة معاكِ النهارده هنا. يعني ف ده